تفتكروا ممكن نفوت موسم المانجا من غير ما نعمل حاجة تكون سهلة وبسيطة ومنعشة كده في الجو ترطب علينا في الجو الحر ده؟ هنعمل حلى بسيط جدا، حلى المانجا او اكواب المانجا او كاسات المانجا، بسيط من غير بيض بقى ولا فرن ولا كريمة ولا اي حاجة. انا استخدمت في الوصفة دي مانجتين بالظبط، هنعمله في دقايق. مانجتين او يمكن زودت عليهم منجاية صغيرة خالص. معايا ظرف كريم كراميل ونص كيلو او نص لتر من الحليب. سهل جدا، 5 دقايق وهنكون عاملينه، لكن هيدينا في الاخر طعم وشكل حاجة كده رهيبة. هحط ظرف الكريم كراميل، هستخدم الباودر بس مش الكراميل. هاخد الباودر ده احطه على نص لتر من اللبن، او يعني هما كوبايتين. نستخدم بقى الطريقة المكتوبة على العلبة. هدوبها كويس قوي على البارد، وبعد كده هقوم ارفعها على النار. هحطها على النار كده، وهي على النار كده لازم برضو ايدي تبقى فيها، لانها يعني ايه، ممكن تلسع من تحت بسهولة. تمام. اول ما تبدأ تقلب وتغلي كده وترفع لفوق، هو كده خلاص بيبقى جاهز. سهل جدا، انا ما حطيتش سكر ولا فانيليا ولا اي حاجة، اكتفيت بالسكر الموجود فيه. تمام. غليت اهي خلاص كده، انا كده تمام قوي. هطفي عليها، بدأت تقلب وتطلع لفوق. هطفي عليه خلاص. ده كده الكريم كراميل، الطبقة او الكريمة اللي معانا هتبقى جاهزة. خلاص هسيبها تبرد وتهدى. استخدمت هنا الكيك التوينكس، ممكن تستخدموا اي حاجة، ممكن تستخدموا كيك او بواقي كيك عندكم او بسكوت اي حاجة، لكن كيك التوينكس فيها طعمه حلو جدا. تخيلوا كيك بقى التوينكس المحشي كريمة ده لما يسقع بقى مع الكريم كراميل بيبقى عامل ازاي. هقطعها قطع صغيرة او كيوبس صغيرة، وابدأ اوزعها في الاطباق او الكاسات بتاعتي. يعني اوزعها كده بطريقة عشوائية، واحط في كيك كمية كويسة، لانه طعمه بيبقى حلو جدا جدا. في الاخر بقى الطبقات لما بتسقع مع بعض وبتاخد من بعض بتبقى طعمها حلو قوي. تمام. هي كده كده اصلا الكوبايات عندي كانت يعني هي صغيرة قوي، يعني هي معلقتين يعني. خلاص هحط كمان دلوقتي قطعة من المانجا مع انا مش محتاجة اسقي الكيك خالص بعصير ولا اي حاجة، كده كده المانجا هتنزل عليها. طعمها بيبقى حلو جدا. ممكن كمان تستغنوا عن الخطوة دي وما تحطوش الكيوبس بتاعت المانجا دي، بس هي كانت عندي وايه وقلت احطها. يعني كل طبق خد تقريبا قطعتين او 3 من المانجا. الكمية دي عملت لي حوالي يعني 7 اطباق من دول، بس هما زي ما قلت لكم على الحقيقة اصغر من ما هما باينين كده في التصوير، معلقتين بالظبط. لو انتوا الاطباق بتاعتكم اكبر من كده، ممكن نص كيلو اللبن يعمل لكم مثلا 4 اطباق او حاجة. خلاص خلصنا كده وبس. بسويها، بضغط عليها على خفيف كده. ولازم هبدأ دلوقتي احط ايه الكريم كراميل. هبدأ اصبه بالراحة فوق الكيك والمانجا. اوعوا تسبوا الكريم كراميل بعد ما تطلعوه على طول من على النار، الفاكهة هتطرى وتنزل مية والكيك هيبوش وهتبقى وحشة جدا. انا سبته حوالي 10 دقايق كده، كان هدي بقى دافي زي ما انتوا شايفين، بطل يطلع بخار او دخان او كده. خلاص هكمل الاطباق كلها. عايزه اقول لكم هو في ثواني بيجمد. هكمل الاطباق بقى دلوقتي وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. خلاص كملت الاطباق بتاعتنا دلوقتي. وده شايفين المانجتين اللي انتوا شفتوهم في الاول كانوا مانجتين كبار. ده العصير بتاعهم، ضربتهم من غير ميه من غير سكر من اي حاجه، تقدروا تقولوا بيوريل مانجا. هاخد معلقه واحده بس من الجيلاتين، وده الجيلاتين اللي بستخدمه. موجود عند اي عطار ورخيص مش غالي. هاخد اقل من معلقه ممسوحه، لان انا مش عايزه الطبقه اللي فوق تبقى سميكه قوي. انا عايزاها فيها مطه خفيفه بس تبقى ثابته، ما تبقاش ايه سايله. ولو مش عايزين تستخدموا جيلاتين وتخلوه صوص كده مفيش مشكله. مش عايزين تستخدموا حتى بيوريه المانجا، ممكن نعمل طبقه من جيلي المانجا بس كده بتبقى احلى كتير. خلاص شايفين مسافه 5 دقايق كان الكريم كراميل جامد. خلاص يبقى احنا عملنا ايه. جبت منجتين، خدت البيوريه بتاعهم وحطيت عليهم معلقه من الجيلاتين عشان يعملوا لي الطبقه الاخرانيه اللي شفتوها فوق. طبعا طعم المانجا الطبيعي بيبقى احلى كتير من الجيلي، بس طبعا اللي يريحكم. خلاص هصبها من فوق كده وكده. خلاص احنا تقريبا خلاص خلصنا. هسويها كده كلها. يعني هما المانجتين كانوا منجتين كبار،
عملوا لي يعني كانوا يدوب بالنقط على قد الاطباق دي، وكانت طبقه حلوه من فوق مش قليله. شايفين ابسط من كده مفيش. انا والله في الوصفه كلها استخدمت منجتين ونص لتر لبن، وانا كنت جايبه حوالي 4 أو 5 كيكات ميلت وينجز، لا استخدمت 3 بس بالظبط، لان الاطباق كانت صغيره. وعملت لي كام طبق دول. خلاص كده بسويها بقى واحطها في التلاجة اقل حاجه ساعتين، عشان نبدأ بقى كده نستمتع بيها والطبقات تاخد من بعض. خلاص ادي شكلها بعد ما جمدت. شايفين الطبقه من فوق بقى ماسكه نفسها، بس مش عامله زي الجيلي، يعني ايه مش عارفه اقولها لكم ازاي، زي الصوص كده بس في مطه كده. شايفين هي ماسكه نفسها اهي. تمام. شايفين شكلها من بره بيبقى لطيف جدا وطعمها حلو قوي فعلا يعني. هبدأ بس ازينها كده بقطعة من المانجا من فوق، طبعا ده اختياري جدا. خلاص خلصنا. مش قادرة اقول لكم منعشة قد ايه شكلها حلو. بسيطة مش مكلفة، ما خدتش اي وقت، نقدر نعملها بسرعة. لو جايلنا ضيف او اي حاجة ممكن تستغنوا عن الكيك، ممكن تستبدلوه ببسكوت. يعني تقدروا تبدلوا بقى زي ما اديتكم الفكرة. وفعلا طعمها حلو قوي، الكريم كراميل مع الكيك مع المانجا منعشة جدا يعني. بس انا زينتها بسيط، كان عندي 1 كريز وورقة نعناع، وادي في الاخر الجمال كده. جربوها وقولوا لي رايكم. طعمها حلو قوي، هتستمتعوا بيها. سهله مش هتاخد وقت، مش هتكلفكم. ما استخدمناش بيض ولا كريمه ولا اي حاجه. في الوقت ده احنا محتاجين حاجات يعني ترطب علينا في الحر ده. وانا في الوصفه كلها ما استخدمتش اي سكر، اكتفيت بالسكر اللي في المانجا واللي في الكريم كراميل. تعالوا نشوف شكلها من جوه بقى. اهي بقى من جوه. تخيلوا بقى المعلقه بتبقى شايله بقى كريم كراميل مع كيك مع مانجا يعني. جربوها بقى وقولوا لي رايكم. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ضروري تعملوا لايك وشير للوصفه واحفظوها عندكم، هتنفعكم كتير في وقت زنقه، لو انتوا محتاجين حاجه ساقعه كده وتكون سريعه. جربوها. بالهنا والشفا.